نادي الزمالك نجم منتخب مصر كابتن احمد حسن، وايضا المهتمين جدا بظروف البلد الانسانيه قبل ما تكون السياسيه. كابتن احمد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، مساء الخير وتحياتي طبعا للاستاذ فتحي سند استاذنا الكبير. اهلا وسهلا في العميد. ربنا يخليك يا ربنا يخليك. كابتن احمد، طبعا يعني في البدايه كنت لسه بتكلم مع استاذ فتحي على عوده الدوري، وكان في موضوع مهم قبل عوده الدوري وهو الحكم بتاع قضيه بورسعيد، وكان في كلام ان التراس اهلي ممكن ما يقبلش بالحكم، التراس مصري ممكن ما يقبلش بالحكم. في وجهات نظر بتقول الناس ممكن تلتزم او الشباب ممكن يكون عندها وعي ان مصلحه البلد اهم بكتير من مصلحه اي حاجه، لان احنا كرياضيين جينا على نفسنا كتير عشان مصلحه البلد. ممكن يرتضوا بالحكم. في اراء ثانيه بيقول انه يعني ممكن يحصل مشاكل. راي حضرتك ايه؟ والله طبعا خلينا في الاول طبعا اقدم طبعا التهاني واقول للاخوه طبعا المسيحيين في مصر كل سنه وهم طيبين. طبعا ده طبعا واجب علينا، لان احنا هنفضل شركاء في الوطن، وده جزء ودي شيء مهم جدا جدا عشان طبعا الامور. انا كنت بسمع طبعا الاستاذ فتحي سند وهو بيتكلم دلوقتي. بص، هو طبعا بالنسبه مفيش اي قرار هيرضي اي حد، يعني لازم نبقى فاهمين ده ان ممكن التراس اهلي ما يرضوش بالقرار، ممكن جماهير مصري التراس مصر ما يرضوش بالقرار، انما في النهايه يجب ان احنا نحترم القضاء ايا كان القرار. لان طبعا يعني انا مش عارف احنا ليه مش عايزين نتعلم ومش عايزين ناخد بالنا. يعني احنا في دوله مجاوره لينا، نتمنى ان شاء الله باذن الله ان ما يكونش الكلام ده مظبوط. تونس النهارده الناس كلها بتتكلم النهارده عن اعلان الافلاس، يعني ناخد بالنا ان زي ما بيقولوا الفتح المركب احنا كلنا فيها، مفيش حد هينجو منها ومفيش حد هيقول ان انا اللي هقدر اعدي، مفيش الكلام ده، لا كلنا هنغرق، يا اما كلنا هنطلع مع بعضينا ونكمل مع بعضينا. فيجب ان احنا نتقبل، وطالما الامور وصلت للقضاء وللمحاكم، ما اعتقدش ان في النهارده قاضي هيخالف ضميره عشان يرضي مثلا التراس اهلي او يرضي التراس مصري. ما اعتقدش انه هيخالف ضميره عشان لان هو اللي هيحاسب في الاخر. فاعتقد ان يجب ان احنا نتقبل ايا كان القضاء هيحكم بيه. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني طبعا يمكن زي ما قال لك استاذ فتحي ان ده عامل مهم جدا جدا من الناحيه الامنيه ومن الناحيه السياسيه ومن الناحيه الاقتصاديه، ان يبقى في ممارسه للرياضه، وبالاخص طبعا كره القدم، لان الناس بتنظر على كره القدم اكتر من اي لعبه ثانيه. فالنهارده انت في ازمه اقتصاديه صعبه جدا جدا جدا، فانت النهارده عايز تقول للمستثمرين تعالوا، عايز تقول للناس تعالوا، عايز تقول للسياحه تعالوا في البلد. فيجب انك انت النهارده تدي للناس انطباع ان في امن وفي امان، انك انت قادر انك انت تنظم بطوله دوري، انك انت النشاط الرياضي بيمارس في مصر بشكل طبيعي زي كل الدول اللي حوالينا. فده بيدي نوع من الطمأنينة للمستثمرين اللي يجي النهارده يسمعنا، لان احنا محتاجين ده، احنا محتاجين النهارده ان احنا نقول للناس عندنا امن وعندنا امان. فده ما نتمناه طبعا، وما نتمناه من المسؤولين ان هم يعوا ده كويس، ان القصه مش قصه ان ماتشات كويسه تلعب وخلاص، لا القصه ليها ابعاد ثانيه، وانا اتكلمت معاك قبل كده. انما نتمنى ان يوصل، يعني نتمنى ان لو ما وصلش قبل كده نعيد تاني عشان الناس تفهم، نعيد تاني ونقول للناس تاني عشان يفهموا المسؤولين ان احنا كلنا في مركب واحد. ما فيش حد يفتكر ان هو يقدر يقود لوحده، البلد كبير على اي حد ان هو يقودها لوحده. فيجب ان الناس تعي ده وتفهم ده، وانه ده جزء مهم، انك انت تقدر تجذب استثمارات لمصر، وانك انت تقدر تقول للعالم كله ان احنا عندنا امن وامان، انك انت تقدر تقول للسياحه تاني تعود تاني بشكل قوي. فده ما نتمناه، وناخد يعني خلفيه من البلد اللي جنبينا تونس النهارده للمشاكل اللي فيها والصراعات اللي فيها. النهارده البلد بيقولوا ان احنا بنعلن افلاسنا، فيعني فاضل ايه تاني الناس؟ يعني الصراعات اللي موجوده دي عشان ايه يعني في النهايه؟ كابتن احمد، مستقبليا يعني انت متفائل ام متشائم؟ والله يعني ما هو الواحد دايما لازم يتفائل، لان بغض النظر احنا يعني دايما الواحد لما دايما بيشوف الاحاديث النبويه وبيشوف القران الكريم، لا يعني احنا يعني لازم نتفائل، لان البلد دي يعني ربنا حماها والنبي عليه الصلاه والسلام وصى عليها، ولا في حاجات تدعو للتفاؤل. يعني كل ما الواحد بيتشائم، والله يا كابتن سيف يا استاذ فتحي، كل ما الواحد بيتشائم ويحس ان الدنيا ضاقت، لما بيسمع الحاجات دي لا بيحس ان لا احنا لازم ان احنا نتفائل، وان خير مهما حصل. برضه ازمه هتعدي ان شاء الله، وازمه ومرحله ان شاء الله باذن الله هنمر منها، ولكن لازم ان احنا نحب بعضينا، ولازم ان احنا الصراعات اللي هي على سلطه زايله، يعني في حاجات اهم، يعني السلطه في النهايه هتروح وهيجي ناس ثانيه والكلام ده وكده، لازم نعمل لمصلحه البلد، لازم نعمل لمصلحه البلد. فانا عن نفسي مش متفائل بالشكل اللي هو طبعا يعني
انما لازم اتفائل، هعمل ايه يعني؟ ما هو لازم الواحد يتفائل، واتمنى الفتره الجايه باذن الله ان دوركم انتوا كاتحاد كوره واحنا كاعلام رياضي ان احنا نضغط وان احنا نقول ان ده جزء مهم جدا جدا، حته عوده النشاط الرياضي وكده. انما الاهم تاني هقول لك، قلت لك قبل كده وانا معاك كنت في احد المداخلات، ان مهم ان البلد ترجع تاني تقف على رجليها، ده الاهم طبعا من الرياضه في الوقت الحالي. كابتن احمد، يعني هسالك سؤال بقى على المستوى الشخصي، هل يعني ما زال حلم التاهل لكاس العالم يراود الكابتن احمد حسن؟ هل انضمامك للمنتخب لسه حاجه في دماغك ولا الموضوع خلاص بقى بعيد؟ والله طبعا طول ما انا موجود في الملعب طبعا السيف اكيد ده شيء بيراودني، واكيد ده شيء دايما هسعى ليه، ولكن عدم انضمامي للمنتخب من عدمه، وطبعا هي طبعا الجهاز الفني وهو اللي يسال عنها. انما هو في الوقت ده ما تقدرش تلوم على حد في اي حاجه، لان كده كده انا ما بشاركش في ماتشات وما بلعبش، فهيبقى فيه ان هو يقول يعني طبعا اني ممكن ان انا ما بستدعيش للشكل ده، ان ما فيش ماتشات وما فيش مباريات والكلام ده، انما طبعا ان شاء الله باذن الله مع عوده النشاط يجب علي ان انا زي ما كنت بثبت وجودي ان انا اكون ممثل لمنتخب مصر وقائد لمنتخب مصر، ان شاء الله اسعى لده تاني باذن الله، لما طول موجود في الملعب اكيد ده هدف بيراودنا اكيد طبعا. يعني متعود انك لعيب كبير، والحقيقه دايما ردودك ردود محترمه. كابتن احمد حسن بشكرك شكرا جزيلا. يعني حتى نبره صوت اللاعبين الكبار الكابتن احمد حسن بالذات، يعني احمد حسن نموذج